في مقولة دايما بتقول اعتزل ما يؤذيك، واحنا كل اسبوع مع الفانتازي ما بنحرمش، بنلعب على طول وما بنعتزلهوش. انا قررت الاسبوع ده خلاص ان انا ما اعتزلهوش برضو. اعمل ايه طيب؟ انا بحب الفانتازي. جاكسون، انا عايزك في كلمتين كده هبعتهم لك دلوقتي. استنى هبعت لك ريكورد دلوقتي على الانستا، يعني عشان بس مش قدام الناس تسمعني فيه. يعني البس بس السماعة يا اسطى واسمعني فيه. يا جاكسون، بقول لك ايه يا ابني. تمام. تمام يا رجاله. بص يا اسطى، انا مش محضر كلام ولا محضر سكريبت، انا طالع اتكلم، انا طالع اصيح مش طالع اتكلم، انا طالع اصيح. انا تعبت من الفانتازي. الواحد مهما ما بيدرس، ايه النقط المضحكه اللي انا جايبها دي؟ ايه ده؟ ايه مين اللي جاب نقط؟ انا عايزك دلوقتي انت تقولي في الكومنتات لو انت جايب اعلى من 30 نقطه، قول لي في الكومنتات عشان بس يعني لو انت جايب زي اكتب لي برضه في الكومنتات عشان ما احسش لوحدي. الواد جاكسون ده اول مره تحصل في التاريخ ان لجنه المنشطات يقوموا يكشفوا عليه، يشوفوا ان هو بيتعاطى منشطات ولا لا. لما كشفوا عليه لقوا ان هو ما بيتعاطاش منشطات، قالوا له تعاطى. اول مره تحصل في التاريخ قالوا له تعاطى منشطات. يعني انت حالتك صعبه يا ابني، تعاطى منشطات واحنا مش هنقول، يعني هتبقى في السكرت كده. انت حالتك تصعب على الكافر. اتقل عليا يا جاكسون. بس ده انا طالع اتكلم النهارده على الحلقه كلها عنك. ده انا كل الناس بيقولوا لي اطلع اتكلم عن جاكسون بس النهارده. خلاص الناس، خلاص انت مبقتش داخل هنا في الزور، خلاص احنا تعبنا منك. نقطة يا جدع. ده انا الحلقة اللي فاتت يا اخي كأني امك وبتكلم معاك وعمال اقول لك خلي بالك يا جاكسون من نفسك يا حبيبي، ما تاخدش انذار لما يجي الحكم يتكلم معاك. سيبه واديله ظهرك وما تتكلمش معاه، ما تتشاكسش مع حد. مش في الاخر برضو جاي يجيب لي نقطة؟ وايه كمية الانذارات اللي في الماتش دي كلها؟ اي حد بياخد انذار انا بقيت حاسس ان انا وانا بتفرج على الشاشة الحكم هيطلع لي انذار. ايه كمية الانذارات دي كلها؟ وانتوا بتلعبوا يا جدعان في سماك داون؟ بتلعبوا في دبليو دبليو ايه واحنا ما نعرفش؟ بص ما تقوليش انت جايب كام نقطه يا مروان الجوله دي، عشان انا مش طايق نفسي. انا طالع صح معاك، فما تبقاش انت عليا انت وجاكسون والزمن. خلاص هقول لك في الاخر انا جايب كام نقطه، بس سيبنا صح الاول على ماتش كده عشان انا خلاص تعبت. بص انا بلعب فانتازي من 6 سنين، عمري ما شفت جوله اوسخ من اللي عدت علينا دي. ما فيش ما هو لو في جوله اوسخ من كده اطلع بسالب بقى. خلاص يبقى كل لعيب يجيب لي سالب، ما هي ده الناقص. لدرجه ان انا بقيت اشك ان ال 100 مليون اللي بيدوهولنا الفانتازي دول بحسهم ان هم بجد حرام. بحس ان هي فلوس حرام. انا عايز استفسر عن الموقع، عن الفلوس دي منين. يعني الفلوس دي من فلوس كباريه مثلا لا سمح الله، فلوس مال يتيم؟ يعني انتوا ال 100 مليون دي بتحس ان ما فيهمش بركه. طالما هي بقى ماشيه كده والواحد عمال يدرس كل جوله ورقه وقلم واحصائيات وارقام، ويخش على الانستا بتاع كل لعيب ويشوف هو عامل ايه مع امه ويشوف عامل ايه مع خالته. طالما بقى هي ماشيه كده، انا الجوله الجايه دي هدور على لعيب نسبه ملكيته 0%، اللي هو امه وابوه اصلا ما يعرفوش ان هو بيلعب في الدوري الانجليزي، وهجيبه وهكابتنه. هتهبط معايا وهطلع وهيجيب لي هاتريك طالما هي ماشيه بالهبد. بدايه اكتر جوله خوازيق كده في تاريخ الفانتازي كلها بماتش ليفربول والفرهابتون. الماتش ده الوحيد اللي الناس خدوا منه حبه نقط، هم بس اللي معاهم صلاح. كلين شيت بتاع ليفربول ضاع، ارنولد ما بيلعبش، صلاح بس اللي عمل. لويس دياز دكه ونونيز دكه. وانا قلت لك الحلقه اللي فاتت ان لويس دياز ونونيز هيبقوا نسبه كبيره دكه. حتى اللي مش معاهم صلاح اتخزوقوا على فكره. هتقول لي طب ازاي هو مش معاهم صلاح؟ اتخزوقوا من ايه؟ اتخزوقوا ان هم بدايه الجوله كده بسم الله قلت في الترتيب عشان مش معايا صلاح. يجي بقى الماتشات بتاعت الساعه 5 بقى، هنا بقى ما اقولكش بقى خوازيق، خازوق من هنا خازوق من هنا. انا بقيت قاعد مش قادر من كتر الخوازيق، بقيت قاعد عمال اعمل كده مش قادر من كتر الخوازيق خلاص. تعالى كده نتكلم عن ماتش توتنهام وشيفيلد. ده بقى الماتش اللي انا قاعد بتفرج عليه وقاعد بقى حاطط امالي كلها عليه، عشان بقى معايا سون اختيار كابتن الديفرنشال ده اللي هيعليني في الترتيب. وقاعد فاتح التليفون بتفرج على ماتش السيتي، قاعد حاطط ايدي على قلبي من هالاند ده اللي انت لما كابتن حد غير هالاند بوس ايدك وش وظهر. هالاند الماتش ده حرفيا كان يطلع له بسوبر هاتريك اقل حاجه. تعالى بس هنتكلم عن ماتش السيتي، بس الاول بس نكمل ماتش توتنهام. انت ايه يا سوني؟ ده هو ده الاتفاق اللي انا اتفقته معاك الحلقه اللي فاتت؟ هو ده اللي قلت لك يلا نغني مع بعض بعد الجوله جنة جنون الكوري ونطلع نغيظ الناس اللي كابتنوا هالاند وان احنا كابتناك؟ ايه ده يا اسطى؟ ايه الضحك اللي انت قدمته في الماتش ده؟ وعم ماديسون قلب على يوسف اوباما الماتش ده. ومين شيفيلد اللي تجيب جون في توتنهام دي ويضيع الكلين شيت بتاعنا؟ طيب ليه اودوجي يضيع منه كلين شيت؟ وليه بيدرو بورو يضيع منه كلين شيت؟ وليه اللي جايب فيكاريو حارس مرمى يضيع منه كلين شيت؟ ليه؟ طيب انا قاعد بتفرج لما شيفيلد جاب الجون قلت الحمد لله ان الجون ده جه عشان هجوم توتنهام بقى ينفجروا كده وسون بقى يجيب له هاتريك عشان يعوضه. لقيت بوستجوجلو المضحك ده اللي اسمه المضحك ده يطلع سون اصلا. طب يعني انا اعمل ايه طيب؟ انا اعمل ايه طيب؟ انا لعيب مني؟ انت سون مهاجم قدام شيفيلد اللي دفاعها مضحك واحصائياتها مضحك وكل حاجه فيها مضحكه،
قول لي ايه الريسك اللي انا خدته؟ قول لي هل انا كده ما بفهمش مثلا عشان كابتنت سون قدام شيفيلد؟ انا ما كابتنتوش قدام مانشستر يونايتد اوي، ولا كابتنته قدام ليفربول اوي، فتقول لي كده ده الريسك اللي ايه يا عم اللي انت بتعمله؟ كابتنه قدام شيفيلد على ملعب توتنهام، اعمل ايه تاني؟ طيب لو ايه كمان بقى عشان حرفيا يجي لك نقطه، يجي ريتشاردسون ينزل يفتكر ان هو الظاهره رونالدو في عزه، يعمل له جون ويعمل له اسيست علشان يبقى يجي النقطه للناس اللي جابوا سون الجوله دي، سواء كان جابوه او حتى لو مكابتنينه، يبقى الجوله اللي بعدها معروفه ريتشاردسون هيلعب اساسي وسون هيرجع تاني وينج، واحنا اصلا جايبين سون عشان هيلعب مهاجم. تخيل. انا تعبت والله تعبت. بالنسبه بقى لفولهام ولوتون حرفيا ما حدش مهتم بالماتش ده، في حبه ناس محنكه شويه جابوا خيمينيز ولعبوه اساسي الجوله دي بالنسبه بقى لوتون وبتاع، بس حرفيا عيان وميت، فاللي هو ما تجيبش حد من هنا ولا حد من هنا الا موريس تلعبوا الجوله الجايه ماشي عشان قدام والفرهابتون برده ميته، والجوله اللي بعدها دبل، فما فيش حد عمل اي حاجه غير بس الكلين شيت للينو واللي معاه لينو، يعني بالنسبه قليله الناس اللي معاهم لينو في حراسه المرمى. نيجي بقى لاستون فيلا وكريستال بالاس. بالنسبه بقى لكاش، انت عارف يا كاش، انا هضمك مع قائمه جاكسون، انتوا الاثنين هنبطلكوا كوره، انا هعمل حمله كده مع الرجاله في القناه هنبطلكوا كوره. بص هنخش نبعت لامك ونبعت لخالتك ونبعت لبنت عمتك ونبعت لعمتك، بص هنبعت لهم هنهددهم ان انتوا تبطلوا كوره. انت الجوله اللي فاتت سالب، والجوله اللي قبلها يعني انت اللي انفجرت فيها اللي جبت مش عارف حوالي 17 نقطه دي، وبعدها بقى سالب واحد. انت ما فيش حاجه عندك، طب هات اتنين طيب، يعني زي جاكسون كده هات لنا اتنين، ليه واحد؟ اللي معاهم واتكنز واللي معاهم ديابي ما كانوش مبسوطين وقتها ان هو كل واحد فيهم جاب لهم بس 5 نقط وان هم متضايقين، بعد الجوله دول بس قدام وش وظهر ان هم كل واحد فيهم جاب لهم على الاقل فلتوا ب5 نقط. وايزي بلانك هو الوحيد اللي في كريستال بالاس اللي مع نسبه ملكيه ضعيفه جدا، ادوارد اللي عمل حاجه، وادوارد نحط عينينا عليه كويس جدا جدا الفتره الجايه، وانا كلمتك عنه الحلقه اللي فاتت لو تفتكر. نيجي بقى لبرايتون واليونايتد. بالله عليك انا قلت لك ايه الحلقه اللي فاتت؟ قلت لك ايه توقعي للماتش ده انا جبتها لك بالرقم، اسمع كده. فماتش زي ده انا شايف ان برايتون هتكسب 3-1 او حاجه او 2-2 تعادل ايجابي، يعني حاسس ان مانشستر يونايتد في الماتش ده بصراحه مش هتعرف تكسب. انا قلت لك دفاع مانشستر يونايتد مضحك جدا، يخرب بيت بجد الاهانه اللي ديزيربي عملها في اليونايتد من قبل الماتش كمان، جه قعد لك استوبينيان وقعد لك مارش. الصحفيين مستغربين وبيقولوا له انت مقعد استوبينيان دكه ليه؟ بيقول لهم انا مقعده الماتش ده بريحه، اللي هو حرفيا الماتش بالنسبه له ماتش سهل يعني في المتناول، قعدوا دكه عادي يعني. كسبوا 3-3، ومين حنا بعل ده اللي جاب الجون؟ انت مفيش راشفورد، مفيش برونو، مين حد معاه حنا بعل؟ حد اصلا يعرف ان حنا بعل سعره كام في الفانتازي؟ بيتوما بلانك، راشفورد بلانك، برونو بلانك، استوبينيان بلانك، مارش بلانك، مين اللي مش بلانك؟ مين اللي مش بلانك في الماتش ده؟ نيجي بقى لماتش الرعب السيتي واستهام. انا حرفيا هالاند لو كان جاب كل الكور اللي ضيعها دي والجون فاضي وجابها جون، انا زمان كان ترتيبي كان هيبقى على الاول على العالم، بس من تحت كان زماني خلاص بغرق في الترتيب، فكان زمان هو عمال يقول اغثونا الحقونا. بالنسبه لايدرسون بقى والدفاع السيتي، انت عارف يا ايدرسون انا هضمك مع قائمه جاكسون وكاش، هبطلكوا كوره يا اسطى. انت مش حارس والله العظيم، انت حرفيا ظلمك اللي خلاك حارس، انت كنت تلعب مهاجم يا اسطى، تلعب نص ملعب، تلعب باك يمين وهمي. انت يا اسطى لو اتشط عليك ثلاجه هتخش بكل مكوناتها، بالديب فريزر بتاعها، بشنطه العيش اللي فيها، انت ايه يا اسطى اللي بتعمله ده؟ طب صد حاجه طب يا اخي. انا قلت لك كده الحلقه اللي فاتت، وقلت لك لو انت معاك بوين او جيمس وورد براوس لعبهم اساسي، ان اي كوره بتطرحها السيتي بتخش جون عشان واقف ثلاجه في الجون. تعالى بقى اكمل لك توازيق نهايه اليوم. نيوكاسل وبرينتفورد، ايزاك ديك، الميرون ديك، بلانك المبويمو. الحاجه الوحيده بس ان نيوكاسل طلعت بكلين شيت، غير كده مفيش اي حد اللي استفاد من الماتش ده. وانا ما انصحكش انك تجيب ويلسون الجوله الجايه. انا قلت لك الحلقه اللي فاتت ان الناس اللي جايبين ايزاك دول بلاش علشان عندهم دوري ابطال وهيبقى الدنيا صعبه. معنى كده ان ايزاك هيلعب في دوري الابطال وويلسون هيلعب في الدوري؟ لا مش مقياس خالص. ممكن تلاقي الماتش الجاي ان ويلسون بقى ماسك فورمه وبتاع، هيلعب الماتش الجاي في دوري الابطال عادي وهيريحه، وهيلعب الماتش اللي بعده في الدوري ايزاك مثلا. نيجي بقى لتشيلسي وبورنموث. تعالى يا جاكسون تعالى. انا عايز اقول لك كلمتين في ودانك يا اسطى، بس بعيد عن الناس بالله عليك، عايز اقول لك كلمتين كده في ودانك عشان تسمعني فيهم. انت خلاص بطل كوره، انت بطل كوره في عزك، يلا انت خلاص في قمه مجدك، بطل كوره بجد. انت دلوقتي بتلعب في نادي تشيلسي الكبير، بطل كوره يا اخي، بطل كوره. تعبنا والله. انتوا حلال فيكوا يا تشيلساويه اللي بيعملوا فيكوا ابو تريكه بجد. انت ايه النادي ده؟ هو انت فلوسكوا حرام بجد؟ زي فلوس كده الفانتازي بيدوهم لنا 100 مليون حرام، وانتوا فلوسكوا حرام. بص كده جاكسون الكوره دي عامله ازاي، وانا قاعد بتفرج قمت خلاص وقلت جون وبحتفل. مت ضحك منك لله يا اخي.
انت بتضحكنا. طيب يعني انت ايه؟ قول لي كده، وانت داخل تشوط الكوره دي افتكرت ايه؟ ما هو انت السبب الوحيد اللي ضيع كوره بالمنظر ده، وانت رايح تشوط الكوره افتكرت ان المدرس عربي جاب كلب عشان بيخاف من اللصوص. بيس يا مان بيس. انت ايه اللي بتعمله ده يا اسطى؟ انت تعبتني قوي بجد بجد بقى يا جاكسون. كلمتين كده جد بقى ومن غير هزار، انت بجد لعيب كبير جدا ولعيب جامد جدا. ما تسمعش لكلام الناس اللي بينتقدوك. كمل يا اسطى واستمر يا اسطى، ولا حتى تسمع كلامي بجد. ورحيم ستيرلينج بقى، احنا مش ناسينك يا اسطى والله في الزيطه بتاعت جاكسون وتشيل، ولا مش ناسينك انت كمان. او احنا اول ما جبناك يا اسطى افتكرت انك ستيرلينج بتاع السنه اللي فاتت اللي تيبت قلبه كبيره. انت ايه يالا ده؟ ليه يا تشيلو؟ طيب انت بتاخد انذار. هي تشيلسي ليه كل ماتش بجد بيطلع لها بكميه انذارات قد كده؟ يعني انتوا متعاقدين مع شركه مثلا انتوا كل ماتش لازم تجيبوا 5 انذارات، فبيديكوا مثلا فلوس عشان تقدروا تسددوا الديون اللي عليكم مثلا بتاعت الصفقات اللي جبتوها. بص انا تشيلسي دي مش هتكلم عنها كتير ومش هحرق عنها كتير، ده اصلا نادي مستاهلش. انا هسيب ابو تريكه هو اللي يروقها على قد ما يقدر. مش احنا بنتارجت كل ماتش الفرقه اللي بتلعب قدام لوتون ان احنا نجيب من عندها هجوم عشان لوتون دفاعها ميت؟ احنا بقى نتارجت من كل ماتش الفرقه اللي بتلعب تشيلسي نجيب من عندهم دفاع. يعني تشيلسي بالمنظر ده هو خلاص هيسجلوا جونين طول الموسم تقريبا، ده جابوا كل الاجوان بتاعت الموسم في لوتون. ماتش بقى ايفرتون والارسنال، منك لله يا شون دايتش يا اخي. انت ايه الكلاحه بتاعتك دي بجد والله؟ ايه الكلاحه دي؟ انت كلاح قوي ازاي كده بجد؟ هم بيستحملوك ازاي في البيت عندك وبيستحملوك ازاي في المدرسه وانت صغير؟ او انت كنت العيال الكلح اللي بيسرق السندوتشات من العيال وهو صغير بجد؟ ايه الدفاع ده يا اخي؟ انت نازل بتدافع عن شرفك؟ ما تلعب عدل يا عم. ايه كوره يا عم، متعه، كوره لاجل المتعه. وكويس الحمد لله على الاقل ان احنا فلتنا بالاسيست بتاع ساكا. هم الناس اللي اتروقوا في الجوله دي اللي معاهم صلاح، واللي معاهم حد من دفاع نيوكاسل، واللي معاهم حد من دفاع الارسنال، وشكرا على كده. انا اسف بجد يا عم هالاند ان انا غلطت فيك وقلت ان انا مش هكابتنك الجوله دي. انا اسف بجد. غلطه مش هتتكرر تاني يا عمي ويا عم عيالي. فاضل في الجوله الصعبانه دي كلها ماتش بيرنلي ونوتنجهام. هو الفاضل بس عشان الجوله تكتمل بخوازيقها ان عوني يجيب جون في نفسه وان تيرنر ياخد طرد مثلا. بص كده هوريك تشكيلتي جابت كام نقطه بس من غير ما تضحك بالله عليك عشان انا شايفك من ورا الشاشه. ها، انا من ساعه ما الماتش الارسنال ما خلص عمال اعمل ريفريش، عمال اقول يمكن في بونص، يمكن الموقع غلط. 27 نقطه ازاي طيب؟ كلام جد بقى بعيدا عن الضحك والهزار والخوازيق بتاعت الجوله دي كلها. فانت طبيعي قاعد مش طايق نفسك خالص وجايب نقط مضحكه جدا وخلاص عايز تبيع جاكسون وعايز تبيع ستيرلينج وتبيع تشيلويل وتبيع كل اللعيبه اللي عملوا بلانك الجوله دي. بس ما تتسرعش وافتكر ان الاسبوع ده فيه تشامبيونز ليج وفيه اليوروبا ليج، فممكن جدا يحصل فيه اصابات، يحصل متغيرات. فاجل التبديل بتاعك لحد ما نشوف المؤتمرات بتاعت الجوله الجايه ان شاء الله ما تكونش جوله خوازيق اكتر من كده، ونستنى لحد ما نشوف هنعمل ايه كده ونفكر مع بعضينا ان شاء الله. وبس كده يا صديقي، انا عارف ان هي كانت جولة صعبة جدا وجولة كانت مليانة خوازيق بتاعتها والواحد خلاص ما بقاش طايق من كتر الخوازيق. بس اهدى كده، ريلاكس ريلاكس خالص عشان نعرف نفكر في اللي جاي. بص ايه في الفانتازي كده واقعد اتفرج على ماتشات الابطال وماتشات اليوروبا ليج واستمتع بيهم. واقفل الفانتازي كده خالص الفترة دي عشان كده ما تتسرعش وتعمل سالب 8 وسالب 12. ونستنى ان شاء الله كده لحد الجولة الجاية كده لما تبتدي نفكر كده ونخطط مع بعضينا ان شاء الله. ودعنا ننسى اخطاء الماضي ونفعل اخطاء جديدة. ودي كانت نهاية الحلقة. أتمنى لو عجبتك الحلقة متنساش تعملي لايك واشتراك في القناة، مش تبقى أنت وجاكسون عليا، عشان ده حقيقة صديقي بيساعدنا إن احنا نوصل لعدد أكبر من الناس في أسرع وقت ممكن. وكان معاك مروان رفعت، أشوفك على خير إن شاء الله في حلقات جاية. ويستيحوا فانتسي. سلام.